قال ابن كثير رحمه الله: قال أنس ابن مالك لما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في يوم واحد، قال: وكنا نعده في قوة 30 من أمته. وكنا نعده في قوة 30 من أمته. جاء نحو ذلك في طوافه على النساء، جاء نحو ذلك في قصة سليمان نبي الله عليه السلام، وهي في الصحيح، وأنه طاف في ليلة على 90 امرأة. طاف في ليلة على 90 امرأة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو يعدد الفوائد في هذه القصة، قال: وفيه ما خص به الأنبياء، وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال ذلك على صحة البنية، الدال على صحة البنية، وقوة الفحولية، وكمال الرجولية، مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلم. قال: وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أبلغ المعجزة، لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق كان متقللا من المأكل والمشرب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد، وهن 11 امرأة. وقد تقدم في كتاب الغسل، ويقال إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد، لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه، أي يتفرج، تذهب هذه الشهوة وتتبدد بالنظر المحرم، باللمس المحرم، بينما التقي تجتمع شهوته ولا تتبدد، وينفعه الله سبحانه وتعالى بها أعظم نفع. أما الذي لا يبالي ولا يتقي الله فيقع في النظر المحرم، في اللمس المحرم، في الحديث المحرم إلى غير ذلك، هذه كلها تبعثر الشهوة وتبددها وتضعفها. ولهذا قيل إن الإنسان كلما كان أتقى لله سبحانه وتعالى فشهوته أشد، لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر، أي أن الشهوة تتبدد بالنظر، تتبدد باللمس، تتبدد بالحديث المحرم. ولهذا يختلف شخصان: شخص أكرمه الله سبحانه وتعالى بلزوم العفة والبعد عن الحرام، وبين شخص تبددت شهوته وتبعثرت في أنواع من الحرام، من لمس ونظر وحديث. ولهذا إذا تزوج فيما بعد وأتى أهله تبددت شهوته وضاعت، ولم ينتفع بها انتفاع التقي لله سبحانه وتعالى العفيف، وهذه فائدة ينبغي على الإنسان أن ينتبه لها، وبخاصة الشاب الذي في مقتبل العمر المقبل على الزواج، ينبغي له أن ينتبه لهذه الفائدة، فإنها غاية في النفاسة والجودة والأهمية. وكم من إنسان لا يفقه ذلك ولا يعيه، ثم تقع منه أعمال تبدد شهوته وتضعفها. وحتى إن بعض الشباب يتزوج ويمضي عليه الأسبوع والأسبوعين والثلاثة في أول زواجه ما يستطيع أن يأتي أهله وقد تبددت أموره وضاعت. فبينما الذي يحفظ نفسه يحفظه الله سبحانه وتعالى، والذي يحفظ أيضا متعته فلا يصرفها إلا فيما أباحه الله، يمتعه الله سبحانه وتعالى بالمباح أحسن
المتاع وأعظمه وأطيبه وأجوده. فهذه فائدة غاية في النفاسة نبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عند ذكره لقصة سليمان. قال: ويقال إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد، لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه، يعني اللمس، الحديث، إلى غير ذلك. وقل أيضا في مثل هذا ما يبدد الآن الشهوة في الشباب ويهدرها ويضيعها النظر في المحرمات عبر الشاشات والقنوات والأفلام والمجلات وغير ذلك. هذه من أخطر ما يكون على حياة الشاب، تهدم حياته وهو لا يدري، وتبدد متعته وهو لا يدري، ثم يجني منها في حياته العنقم والمذلة والهوان والحرمان، ويلهث وراء ملذات زائفة هي في الحقيقة تمتص منه أشياء وتذهب منه أشياء وتفقده أشياء ثمينة غاية في الثمانة. فمثل هذا الأمر ينبغي للشاب أن ينتبه له، وأن يحرص على النشأة العفيفة، النشأة الطاهرة، النشأة الزكية، النشأة البعيدة عن الحرام وما يسخط الله سبحانه وتعالى. وخاصة أن هذا الزمان المغريات والدواعي والبواعث والفتن انصبت على الشباب من كل صوب وحدب، ولا حافظ من ذلك ولا عاصم إلا الله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا جميعا أنفسنا وذرياتنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن.